قبل ما نبتدي نتكلم في موضوعنا النهارده، زميلتنا العزيزه اللي احنا كلنا بنحبها ايفون نبيل اتجوزت. بس عايزه اقول لكم زي ما يعني ايفون باختلافها في تقديم الريبورتاجات بتاعتها كمان كانت مختلفه كعروسه، من اول الزفه لغايه ما لسه. لا ده انا قريت كمان دعوه فرح قريتها على الفيسبوك، لفتت نظري جدا من العريس والعروسه. العريس اسمه مينا طبعا. مينا بيقول ان ده يعني بعد صراع مع النفس، صراع مرير ومش عارف وتعب، وقررت وتراجعت مره واثنين وثلاثه وكان يوم اسود. ايوه انما انا قررت يعني ان انا اعمل قرار وعايزكم كلكم انكم تساعدوني فيه، انا هتجوز. وبعدين اللطيف قوي كاتبين بقى لازم تيجوا عشان تتريقوا على فستان العروسه، علشان تتريقوا على البوفيه وعلى الاكل، وتنموا بقى وتتاخروا عشان ما تفوتكوش النمات على اهل العريس واهل العروسه. فكانت حقيقه دعوه جميله جدا وعجبتني قوي. ما نسيوش يعني عواجيز الفرح اللي دايما يتبسطوا وياكلوا وبعدين يروحوا البيت، العروسه العريس والجاري واللحمه كانت بتشد، يتريقوا بقى على الناس والمعازيم لابسين ايه والاكل كان شكله ايه. الحقيقه طبعا احنا برضو فرصه نقول لايفون ومينا مبروك تاني. وتعالوا بقى قبل ما نطلع فاصل ونبتدي الدردشه عن حلقتنا نشوف فرح ايفون. عملت طبعا زفه اغرب عروسه واغرب زفه في الدنيا. طلعينا بقى فاصل يا استاذه نشوف مع بعض. طيب نشوف مع بعض فرح ايفون ومينا ونرجع لكم تاني. كان يا مكان كان في مراسلة هادية وكيوت وعسولة موت، أمها نفختها بالجواز والنيش، وهي كانت مكبرة دماغها وعايشة في التطنيش، لحد ما قابلت برنس أحلامها بطريقة مبتكرة عمر ما حد عملها قبل كده. كان حب من أول نظرة، لأنه كان واد كاجوال وروش وإيه اوعى بقى. كان البنتكور هياكل منه حتة، وكان لذيذ ومش تقليدي خالص. كان هادي وتقريبا ما بيتكلمش، وانا كنت مركزة في حاجة واحدة بس، شياكته وأناقته المبالغ فيها، ولاني كنت مبسوطة وسعيدة زي ما انتوا شايفين. ففجأة بقول لك ايه، عندي ميعاد في الكنيسة انا واجتماع اتأخرت عليه، هقوم امشي. ايه؟ هقوم امشي؟ تعالى الصبح. لا ملوش لزوم. لا هقوم انا. لا هقوم انا. صلي. اوكي. وبعد سنتين تقريبا بدأت قصة الحب الملتهبة. ايه يا بيبي؟ صحيت متأخر فقلت اخد الهوت شوكليت بتاعي في التراس. انت فين؟ انت عارفه اصحى الصبح باخد القهوه بتاعتي نادي الجزيره الصبح قدام السويمنج بول. في نادي الجزيره. قاعد في نادي الجزيره. وبعد ما القصة التهبت قوي زي ما انتوا شايفين، وفضلت تلتهب لحد ما ورمت خالص وأسفرت عن نهاية فصل العزوبية. بصي يا حبيبتي، انا عايز اقول لك على حاجه. انا عمري ما بحب النعكشه، واحب كل حاجه في مكانها. وامي بتضايق جدا مني في الحكايات الحسواكه دي وان انا منظم والتفاصيل بقى، ودي في مكانها ودي في مكانها. والله يا بيبي ما تتخيرش عني، ماما مخنوقه مني قوي من الموضوع ده. كل يوم على الاقل 3 مرات شاور، مره الصبح على غير الريق، ومره الظهر، وساعات بدقلك بالليل كده قبل ما انام برضو اخش اخد لي شاور. وبدأ من هنا أسعد فترة في حياة أي 2 مخطوبين، فترة النيش والكرانيش. عمري ما كنت بشبط في حاجة، وهو دايما كان بيعاملني بمنتهى الرومانسية. أما الفستان فخد مني رقات ورقات. بس انا كنت عايزه اعرف اخر فستان قسطه ده كان سعره كام؟ 30,000 جنيه. ايه؟ 30,000 جنيه. 30,000 جنيه حرام عليك! حرام عليك! 30,000 جنيه ليه؟ انا بسرق ولا ايه؟ حضرتك لو عايزه اجره بس هيبقى عامل 15,000. 15,000 يا كفر! 15,000 يا كفر! ليه يا كفر؟ ليه؟ اكمننا شغالين في السي بي سي؟ ليه؟
حاسه ان هو مش قد كده. تحت امرك. جاءت اللحظة الحاسمة. ولأن ساعة لربك وساعة لقلبك بدأ الفرح. وعشان ده فرحي قررت أهدي العريس برنس أحلامي أغنية صنعت خصيصا لي وتناسب رومانسيتي المفرطة. أنا لك على طول خليك ليا خد عين مني وطل عليا. من اول يمينة قابلت شنبك فيه ولا انا قلت يا بنت رن والحقيقه قلبك واشتري يا برنس. وقابلت ناس كتير بس شنبك ما التقيت واكتشفت انك راجل وان غيرك خارج بيت خارج ايوه فعلا خارج بيت. وفي رجولتك وفي شهامتك وفي حنانك ما القوص زي ما يكون اهل رابعه ضربوا قلبي بآلي قص فجروا كل الحنان اللي جوه قلبي ليك. من زمان كنت انا بدور عليك ايوه انا بدور عليك. حضرات السادة الأفاضل حضرات السادة المستمعين البنت دي حبيبتي اللي قاعد شمال ويمين وتوتة توتة خلصت الحدوتة. مش عارفة بقى إذا كانت حلوة ولا هتبقى مهببة وملتوتة. إيفون نبيل CBC. دي اقل حاجه عندنا. حقيقة مسخره بجد مبروك. دي اقل حاجه عندنا. رائعين لا فكره هايله وانا حاسه ان هم بيعبروا عن كل عروسه وعريس بجد بقى من غير الطرحه والحاجات لا الاختلاف في كل حاجه، يعني ايفون مختلفه في كل حاجه، حتى كانت تقاريرها مختلفه لما عملت تقارير على نفسها اكثر اختلافا. بس تفتكري يا منى بعد 5 سنين من دلوقتي وهي بتقفل الحكايه بتقول توته توته يا ترى تبقى حلوه ولا ملتوته؟ بعد 5 سنين من دلوقتي هل تفتكروا مينا يقدر يكتشف ان هي ما بتاخدش الشاور 3 مرات في اليوم انا متخيله بعد كام يعني قريب مثلا مينا بقى بكرش وايفون هتجيلكوا الاستوديو يعني مره منكوشه مره مع سحبه اطفال بقى واحد على كتفها وواحد مجرجرها في رجليها. بصي هو طبعا ربنا يبارك لهم ايفون ومينا اكيد هيبقوا نموذج جميل بيحبوا بعض وشباب وهيبقوا بيطوروا نفسهم. لكن ده اللي بيحصل في الواقع فعلا ان الراجل كل واحد منهم بيتجمل كل واحد بيفهم التاني ان قاعد في التراس وهي في نادي ولا هو في نادي الجزيره وبعدين بيطلع بعد كده هو كان بيكذب مش بيتجمل بس الحقيقه بتبقى كارثه. انا عايزه اسال بقى مينا بعد 5 سنين هل هتفضل على اخلاصك وحبك لايفون ولا ممكن قبل ال5 سنين تلفت نظرك واحده ست تانية؟ ولو حصل ايه هي الاسباب اللي هتخليك تدور على واحده تانية؟